رغم أنه أنا والدي عراقي وأجدادي كلهم مدفونين بالنجف وبوادي السلام. هذا الشخص قال لنا قال لوالدتي، قال لي تشعدك ويا ذول الإيرانيين، ويعني إحنا بس نخاف ما ندري شو نسوي. ما قالت أمي، ما اعترضت، قالت جابوا لنا سيارات فساعدونا بالسيارات ما ندري وين. قال له هسه تشوفون إن شاء الله، بس هم وقعوا. قال له وقعوا، إحنا ما ندري هذا التوقيع شنو مكتوب، بس قالوا لنا وقعوا. أتذكر البيت اللي كنت قاعدة بيه أني وكانوا عائلتي ووالدي ووالدتي وأخواني وخواتي وبيبيتي وجدي كانوا يعيشون وياي، وبيت كلش بسيط وحلو كانوا. أتذكر الغرف ماله وأتذكر الطرمات، هسه وبعدهم دائما أحكي حتى لأولادي لأحفادي أقول لهم كلش كنت أحب ذاك البيت، لأن ذكرياتي وعمري وقضيته هناك. وحتى كان عندي صديقاتي بالمدرسة دائما كانوا يجون علي، ويعني نسأل أسئلتنا، نجي نروح، عشنا حياة حلوة، بس إلى أن يوم اللي صار وسفرونا. ندق الباب، من ندق الباب أنا رحت فتحت، شفت واحد كان يقول لي والدك موجود، والدتك موجودة. أنا اخترعت، طبيت لأمي قلت لها أنا ما أعرف أمن كنت صغير، قلت يوم شرطة بالباب يردونه. أمي رأسا خافت، قالت إيه تعالي أنت على صفحة خلاني أطلع. تقعد، قال له منو بالبيت؟ قال طبوا منو بالبيت؟ والدتي قالت ابني وأني وجهالي صغار، بس إحنا والدي كان بعد يعني شاب. قالت الحجي مالنا ما موجود. قال مو مشكلة، منو خليه ينزل. قالت له ابني أخوي كان نايم. صعدنا عليه، أمي والدتي قعدته، قالت له قوم. قال شكو؟ قال جاين علينا. قال إيه، لبس هدومه وإحنا نزلنا، وخواتي صغار كلش صغار. صعدونا بسيارة، جاوا الشرطة والعالم يعني جوالينا كانوا واقفين، كانوا يتأثرون كلش علينا، ويعني كانوا هواية يحبونا، بس كل شيء ما كانوا يقدرون يعاينون، يعني مبين بعيونهم كانوا بدهم ينقهرون علينا، بس كل شيء ما كان بيدهم. إلى أن صعدونا بالسيارات. والدتي كانت والدتها بيبيتي الله يرحمها كانت قريبة علينا، فأمي شافتها هي قامت تلطم، ويعني هواي انقهرت تأثرت. أمي من بعيد أشرت لها، قالت لا تتقربين علي، تأشر لها. فأخذونا، أمي قالت مو إحنا الرجال وين تأخذون؟ قال لا مو عندنا فد سؤال من عندكم، فد سؤال ونرجعكم، ما بيها شيء، خلي الحاجي ما موجود. أخوي الكبير قال يعني هالشي يريدون يسوونه، لا احنا ايرانيين لعد ليش انا اخدم العسكريه؟ والدي خاف، كل شيء اللي تحكي الله يخليك انت شاب واني اخاف عليك، انت اسكت. قال له ما يخالف اسكت، بس ليش هيك الظلم؟ يعني ليش يدا يسوونه؟ مو مره قامت تبكي وتنعي، همين يصيحون يعيطون علينا، اخترعنا كل شيء ما نقول، احنا بس نخاف. صعدنا بالسيارات، ومو بس احنا عوائل وناس، صعدونا الى ان بس مشوا بينا شو هذا ليل وظلام، وصلنا وين هذا؟ اتذكر هاي الجمله، قال له روحوا هنا، يعني احنا ما نبهت كل شيء ما والدتي بس ظلت ساكته. بعد ما قريبين صرنا قريبين على الحدود، فجوي الضباط قالوا الشباب لا يعبرون. فامي قالت مو بس امي، امهات قالوا ليش ما يعبرون؟ قالوا فد لحظة عندنا شغل، عندنا فد عمل شعبي. أتذكر هاي الجملة، عمل شعبي. أمي الله يرحمها قالت يعني شنو عمل شعبي؟ أمهات كلهم اعترضوا ليش؟ قالوا حجي فد لحظة. فقسم من الشباب هذا المقطع أتذكره، ما أدري يعني خافوا وافتهموا، ركضوا وعبروا. من عبروا أتذكر هذا اللي كانوا الضباط اللي ويانا اللي يسفرونا بالسيارات ويانا خالة، لزموا الرشاشات علينا واحنا اطفال. بس اخويا اقول لك ذاك الوقت كان عمره 19 20 سنه، هو بالجند اللي رايح دا يخدم. لزموا علينا كلنا، ماكو شاب، اي واحد يعبر احنا نضرب. وبالفعل قاموا بالقع يضربون طلقات قدامنا. فاحنا امي ما قالت ليش؟ قالوا عندنا فد لحظه شغل ونرجعهم. يابا انتوا عبروا. احنا افتكرنا عندهم فالشغله فالشي، يسالوهم كان اسئله ويرجعوهم ويانا. واحنا اليوم وباكر وعقبه وشهر وسنه كل شيء ماكو،
بس كان يوصل لنا عن طريق الخارج أخبار بأنه الشباب كلهم أوقوهم وأخذوهم ذبوهم بالسجون، يعني انظلموا وظلم الأكراد الفيلية ماكو من عنده خالة، التهجير واخذوا أبنائنا واخذوا بيوتنا واخذوا يعني كل شيء، وأعز من كل شيء يرجع، ما يرجعون ذول الشباب الحلوين اللي كل ذنب ما عندهم وانعدموا. ومن صار السقوط هسه ورا السقوط احنا جينا العراق. طبعا أنا أول يوم اللي يعني الحج قال قلت له لو أي مكان تاخذني بالعالم ما كيف مثل اليوم اللي أرجع للعراق وأشم تراب العراق وأشوف أهلي.